عسلامتكم واش راكم يا ناس الخير؟ مرحبا بكم على قناة الشيف امين العاصمي. على بركة الله اليوم جبت لكم وصفة تاع مقروط اللوز باستيوس جديدة، بس ماشي جديدة، شغل تعلمتها وحاجة في كيما الخطأ، من الخطأ نتعلم ومن الخطأ نستفيد. على بركة الله. هنا واش عندنا هنا دت كونتيتي، نقولوا احنا كيلو تاع اللوز، 500 غرام تاع السكر، زوج حبات تاع قارص لوزاس تاعهم، ومن بعد نرحيو كلش مع بعضياته. من جهه واش نحكموا، عندنا كاس، هذاك الكاس واش نديروا فيه ربع تاع مارغرين دايبه، ربع تاع العسل، وربع تاع الجو دو سيترون. هكذا كما راكم تشوفوا هنا خلطت كل شيء تاع لاجه. ومن جهه الاخرى انا قلت لكم عاود ترحيت هذاك الزاز تاع القارص مع اللوز والسكر، ومن بعد نفرغوا هاد لو ميلونج ونزيدو هنايا في الكيلو، نقولوا تزيدوا حتى زوج حبات ولاد الدجاج، وتبداو تطموا لافاس ديالكم، تجيكم بزاف هايله وبزاف طريه وبزاف بنينه، بنه القارص وكلشي، يجيكم مقروط اللوز بنه وعليه الكلام. ما عليكم غير تبارطاجيو وتنفيتيو حبابكم وناسكم باش يستفادوا من هاد الوصفه حلوه، جات لي بروفيسيونيل ولا اللي راهم يتعلموا. نقول لكم ديروا هاد الوصفه ما راحش تندموا عليها، ودعوا لي دعوه الخير، شويه جيم شويه بارطاج شويه كومونتير باش ديروا لي التدعيم، وانايا ندير لكم الوصفات. هذه هي زعما دونو دونو والله ما جات في هذه، دعوا لي بك دعوة الخير. انا نقدم باش يطلعوا شويه انستغرام تاعي، التيك توك، لاباج تاعي في الفيسبوك، قناتي على اليوتيوب. هيا شويه دعمونا يا الحباب يا الغاليين. هنا راهي النتيجه، شوفوا بعد ما عجنتو خليتو يريح شويه، راهو يتعسل بالطبع والشان. من جهه نروحو نفاصونيوه بيان سور ونقطعوه. بعد ما قطعتو نطيبو على درجه الحراره 160 مده 10 حتى 15 دقيقه كما راكم تشوفوا. هذا شويه راهو هنا محمر بصح الطري، ماشي زعما تاع لي يابس ولا محروق ولا دوك. تشوفوا النتيجه كي نديرها هكذا بيديا وتشوفوا. من بعد نديروا الشربات تاعنا بيان سور، زوج كيسان تاع الماء مع كاس تاع السكر وفنيجل تاع المزهر اللي نسكروا بها، نديروها شويه خفيفه ما خلوهاش تتقل باش ما تيبسناش التسكر ديالنا، ولا تحبوا ديروا بارد في بارد كيما يهوى لكم. هاوليك شوفوا جا الطري ما شاء الله، الله يبارك. التسكر نديروا سكر كلاص، من بعد هاوليك نحطوه في الساشي كما راكم تشوفوا ونسكروه، نخلوه مده 15 دقيقه في السكر كلاص، نردوه اغوش ادروات، نخلطو كامل مليح في الساشي حتى تسكر لنا الحبه ديالنا. والنتيجه كما راكم تشوفوها في هذا الفيديو. ما عندي ما نقول لكم بنا ما شاء الله. ما عليكم غير تجربوا هذه الوصفه وادعوا لي دعوه الخير تاع اللي راح تجرب مقروط اللوز تاع الشيف امين العاصمي. ما بقاني غير نقول لكم تهلاو لي في رواحتكم وربي يحفظكم، ونتلاقوا في ساعة سعيدة. ولو كان نصيب ان شاء الله هذا الفيديو يطلع وهاد لاستيوس تطلع وتزيدوا تطلعوا لنا هذا الفيديو، ما نحرمكمش وما نسمحش فيكم بالوصفات. نتوما ما عليكم غير التدعيم، ونحبكم في الله وربي يحفظكم، ونتلاقى ان شاء الله في ساعة سعيدة. والحمد لله لي راكم بخير يا العزاز، وشهيدكم في الجنة. ما بقاني غير نقول لكم سلام.